هنعمل ملبن الحبل وملبن بالمكسرات، وهنعمل قشطية بمكونات سهلة وبسيطة، مفيش أجمل من كده وأجمل قطعة في علبة حلاوة المولد. اللي عايز المقادير مكتوبة هتلاقوها على اليوتيوب، اللينك على صفحتي. طاسة على النار حطينا كوباية مية وكوباية ونص سكر، وهنضيف عليهم كيس فانيليا و3 معالق جيلاتين بودر، وهندوبهم في ربع كوباية مية، وهنقلبهم على النار لحد السكر ما يدوب، وهننزل عليهم بنص كوباية عسل جلوكوز، وهنضربهم بالمضرب كويس لحد ما حجمه يتضاعف، لحد ما يفتح ويبقى لونه أبيض وقوامه يبقى زي الفوم. هو بياخد وقت شوية في الضرب لحد ما يبقى قوامه تقيل وبينزل بصعوبة من المضرب. وفي علبة أو في قالب رشة جوز هند، وننزل عليه بالخليط بتاع القشطية، وعلى وشها رشة جوز هند، وبنسيبها في التلاجة ليلة وتاني يوم بنقطعها. وده قوامها بعد ما قطعتها، وطلعة طرية جدا وزي الجاهزة بالظبط. وهنعمل الملبن في طاسة على النار، هنحط كوبايتين مية، وهننزل بكوبايتين سكر، وهننزل بمعلقتين كبار عسل جلوكوز، وهننزل عليه بعصرة ليمونة، وهننزل بفانيليا عادية أو سايلة علشان ريحة الجيلاتين بتبقى قوية ومش مستحبة، وهندوب 7 معالق نشا في شوية مية، وهننزل بيهم في الطاسة، وهنقلبه باستمرار لحد ما القوام يتقل ويستوي كويس. هو بياخد وقت لحد ما يستوي حوالي نص ساعة، ولما بيتقل احنا بنضيف 3 معالق جيلاتين على 3 معالق مية وبنضيفهم عليه، ونقلب باستمرار لحد ما يبقى تقيل ويبقى بينزل من المعلقة بصعوبة كده، يبقى خلاص استوى. وعين الجمل احنا بنبقى عاملينه في الخيط وبنغطيه كويس بالملبن، وبنكون مجهزين طبق وفيه نشا وبننزل الملبن عليه وبنرش عليه من جميع الاتجاهات نشا. وتاني يوم قطعته وبقى متماسك وبيتقطع بسهولة، وبنشيل الخيط واحنا بنقطع. وده شكله بعد ما اتقطع وزي الجاهز بالظبط. وباقي كمية الملبن هنضيف عليها لون احمر وقلبناه كويس، وهننزل بالمكسرات اللي حابينها، وفي علبة او في قالب بنحط كيس تلاجة مدهون زيت، ونضيف عليه الملبن، وانا سيبته في التلاجة لتاني يوم وقطعته. وده القوام بتاعه زي الجاهز بالظبط. وكده نكون عملنا احلى طريقة للملبن والقشطية. اللي هيجرب الطريقة دي مش هيشتري جاهز تاني، وموفرة جدا وانضف بكتير من بتاعت بره. لو عجبتكم الوصفة اشتركوا واعملوا لايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد عشان الكل يستفيد.